هذه هي الشباكيه المعتمده عندي اللي كندير كل عام، مجعبه كيف ما كتشوفوا، شاربه العسل وهشيشه، كتجي رائعه وبزاف، ما كنتعبش فيها نهائيا، مراحل اللي هي بسيطه. وحتى التشباك جبت لكم 3 ديال الطرق ديال التشباك ساهلين، كاع اللي ما كتعرفش تشبك غادي تتعلم تشبك. هو الشكل الاول داز، وهذا الشكل الثاني ساهل، وهذا الشكل الثالث واخا تكوني كاع ما كتعرفيش تشبكي. شوفوا ملي كيطيبوا كيجيو رائعين، والمنظر ديالهم خطير بزاف، ما كندلكهاش نهائيا، كندوزها فقط من الغربال. عندي هنايا كاس ديال الجنجلان ما محمرش، مطحون مزيان منيل باش ما يقطعش لينا العجينه ملي نكونوا كندوزو ديك الدراجه ديال العجينه. كاس ديال اللوز كذلك هو مطحون ومغربل مزيان بقشورو، تقدروا تستغنوا عليه الا ما بغيتوش. غنديروا كاس ديال المزهر وغنديروا فيه شويه ديال الزعفران يذوب، وغنديروا كاس ديال الزيت، ثلث غنديروا زيت العود، وما تبقى غنديروا زيت المائده. هنا بورنوازي غنهزوا الزبده وغادي نديروها فوق في الكاسرونه فوق البوطه حتى كتولي محمره عندكم تحرق ليكم. صافي. هنايا بالنسبه للنواشف غنحتاج واحد المعلقه كبيره ديال النافع، تقدروا ديروا النافع وحبه حلاوه، معلقه كبيره ديال القرفه، شويه ديال الملح، شويه ديال المسكه الحره مدقوقه مع شويه ديال السكر، وهنايا معلقه كبيره ديال الخل. ما نتعداوهاش لانه الا كثرنا الخل كيهششها يعني كتولي هاريه. وهنا غادي نديروا نصف كيس ديال الخميره الكيميائيه، وغنديروا واحد المعلقه ديال السنيده اللي تقدروا تعوضوها بالعسل من طبيعه الحال باش كتحمر لينا في المقله. هنا غادي نجمعوا النواشف كيف ما قلت لكم، تقدروا تستغنوا على اللوز. وغنديروا كيلو ديال الفورس ديال الحلويات، غنجمعوا النواشف وعاد غنزيدوا السوائل، غندخلوهم مزيان. هنا غندوزوهم من الغربال هكا، يعني كنضمنوا ان كاع المكونات اندمجوا وما بقاوش يعني غير في بلاصه وبلاصه لا. هنا فقط غادي نجمعها، يعني ما ندلك ما حتى حاجه، لان ديجا حنا خلطناها في الغربال. غادي ندير داك الكاس ديال المزهر مع الزعفران، وغادي نحتاج شويه ديال الماء اللي غنبقاو نزيدوه بشويه بشويه، وحنا كنعجنوا وحنايا كنجمعوا العجينه بهذا الشكل هذا، يعني غير كنجمعوها ماشي ما تكونش مطلوقه. كيف ما كتشوفوا راها قاصحه. الا لاحظتوا راه كاس ثاني ما خويتوش كامل، يعني درت تقريبا ثلث ديالو. صافي. هنايا من بعد كنديروها كويرات، وكل كويره كنديروا لها بحال هكا. بهذه الطريقه هذه كتجينا الشباكيه مجعبه. بالنسبه للشباكيه راه حنا كنديروها في بلاستيكه باش ما تقصحش لينا. وهنايا كنبداو نطلقوا مرصوص بمرصوص، تقدروا ديروا مرصوص صغير وتبداو تطلقوا فيه باش تحكموا في السمك ديال الشباكيه ديالكم. هنا انا ما كنضيعش العجين نهائيا، هانتوما كيف ما كتشوفوا هذاك الشيء اللي كيشط ليا كندير منه اشرطه طوال، وكنبدا ندورهم على صباعي باش ندير هذاك الشكل الثاني اللي وريتكم في الاول ديال الفيديو. كيجي ساهل، يعني واخا تكوني ما كتعرفيش تشبكي راه كطلع الشباكيه به خطيره وزوينه. صافي. وكنقرص من الجناب، وها هي الشباكيه واجده. يعني ما كاين حتى اشكال، واخا ما نعرفوش نشبكوا راه حنا غنشبكوا نصايبوا شباكيه وصافي، واحسن من الشرايه صراحه الله. هانتوما هنايا بالنسبه للشباكيه كاين اللي كيدير ديال 5 وكاين اللي كيدير ديال 6. هنا غادي نديرو ديال 5 هي الاولى. هذه طريقه سهله باش تشبكي الا ما كنتيش كتعرفي تشبكي. كنهزو الجوج الاولين نحطو فوق، نحطو عليهم الجوج الثانيين، والخامس راه حنا كنجمعوه من ديك البليصه وتنخشيو صبعنا من هاد البليصه هذه ونقلبو صافي، وكتشكل لينا الشباكيه. غير تبعي هاد الطريقه هذه راه غادي تولي تشبكي الشباكيه هذه. صافي. ونقرصوا من الجناب، الا كانت شيطه لينا بزاف نقطعوها ما فيها باس. هانتوما ساهله. هذه كلها ديال 5.
غير ركزي مع الفيديو، ديري بوز، كوني اكيده غتعلمي تشباك. هنا نديرو ديال 6، شوفي كيفاش جوج على جوج، جوج الاخرين تا هما كنحطهم وكنجمعهم من الجنب. صافي، راه هي من هذيك الشريطه الوسطانيه راه كيبان لينا منين غادي نقلبوا الشباكيه. هذه طريقه سهله. بالنسبه للشكل الثالث، هما دوك الطريفات اللي تيبقاو بحال هكا ما نضيعوهمش، ما نجمعوهمش ونبداو نعاودو نعجنوا فيهم، حيت راكم عارفين ملي كتعاودوا العجينه عاوتاني ما كتبقاش الكاليتي ديال العجينه هي كيف من الاول. صافي، هنا كنجمعوا هادو من الجناب بحال ما كنقرصوهم مزيان ونحلوهم بشي كيردون بحال هكا. صافي، ها هو شكل ثالث ساهل مهل. حتى كنكملوا كاع الكميه، وانا حيت ما كنديرش ليها الخميره ديال الخبز راه كنخليها على راحه حتى تنشف، وكنخدمها على راحتي، يعني ما كنبقاش مزروبه معها. ها هي بات ليله كامله، وفي الصباح ها هي نشفات كيف ما كتشوفوا. انا فقط كندير لها الخميره ديال الحلوى. هنا بالنسبه للقلي، هانتوما كنديروا الزيت حتى كتقلى مزيان. ضروري خص تكون الزيت سخونه، يعني ما تكونش بارده وما تكونش في نفس الوقت يعني كتحرق، لان باش ما تخطفش لينا الشباكيه. وكنبداو نقلبوا في الشباكيه ديالنا بحال هكا. النار تكون ما بين وبين، يعني ما تكونش مجهده بزاف باش ما تحرقش لينا الشباكيه. ومباشره كنطفيوها في العسل. انا هاد الشباكيه بالصراحه يعني كنخدمها بخاطري، يعني نهار كنعجنها فيه وكنخليها يباتوا فيها القوام، والغد لي عاد كنشبكها عادي، يعني حيت ما فيهاش الخميره، على خاطري حتى كنساليها بوحدي حيت ما عنديش اللي يعاونني فيها. وانتم النتيجه ديالها كيف ما كتشوفوا راه كتجي زوينه ومجعبه من الداخل، شاربه العسل. لانه اللي حيدناها كنحطوها في العسل وكنخليوها تشرب داك العسل مزيان مزيان قد ما بقينا عليه حتى الغد ليه مزيان. وهذا هو الشكل النهائي. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ها هو داك الشكل اللي درنا على الصبعان، تيجي بهذا الشكل هذا، كيجي رائع حتى هو. ديروا عليه شي جنجلان ولا شي اللوز كيجي خطير بزاف. والاخر اللي جمعنا من الجناب ها هو، يعني ما كنستغلوا العجينه قد ما لقينا، يعني ماشي نبقاو نشيطوا العجينه ونبداو نعجنوا فيها عاوتاني من بعد. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من اللايك والبارطاج، اشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتزوروني، وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. والى فيديو قادم ان شاء الله.